على فكرة كل طرف وكل طيف قاعد يكلمنا عن وعد وعن موعد. شيء غريب جدا. بقينا قصاد إيران وهي بتتكلم عن مهدي منتظر يعود. بنلاقي حتى حماس عملت مرة من المرات في وقت من الأوقات في غزة مؤتمر بعنوان وعد الآخرة، طبعا وعد بالنصر. بنلاقي الإسلاميين وداعش وغيرها بتتحدث عن مرج دابق، المعركة النهائية التي سوف تحسم الأمور، وحتى المجلة بتاعتها اسمها دابق على اعتبار أنه يعني المعركة الفاصلة الحاسمة القاصمة الباترة يعني. فاحنا عندنا كمان اليمين الغربي بيكلمنا عن هرمجدون، معركة نهاية العالم، ويعني وعندنا حتى اليمين الإسرائيلي بيكلمنا عن العماليق في مواجهة بقى الأشرار العماليق وإزاي سننتصر عليهم. كل طرف قاعد يكلمنا عن وعد وموعد. طب عرفنا الموعد، ايه الوعد؟ الوعد بالانتصار، الوعد بالنصر، الوعد بالمهدي المنتظر، الوعد بالمسيح المنتظر، الوعد لدرجة ان الموضوع بقى من زمان كانوا بيقولوا عليه ليس صراع حدود وانما صراع وجود. دلوقتي لقيناه صراع وعود، كل واحد مع موعد نهاية العالم ووعد الانتصار في نهاية العالم. ما بين الموعد والوعد تعالوا نناقش نهاية العالم الآن، يوم القيامة الآن، ولا بعد بكرة، ولا بعد بكرة، ولا بعد بكرة. عموما أعدكم أنني لن أكون موجودا في لحظة يظهر فيها مهدي منتظر أو مسيح منتظر. أنا لن أنتظر. دكتور سامح إسماعيل، أستاذ الفلسفة الدينية، أهلا بيك. أهلا نورنا دكتور سامح. يبدو أن كل مجتمع وكل يعني ثقافة عندها هم شديد جدا وهو نهاية الكون ونهاية العالم، وكل ما تقرأ وتشوف تسمع وتنصت تلاقي فكرة نبوءة لنهاية العالم في كل مجتمع وفي كل بلد. واحنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا كنفس إنسانية بشرية كده، محتاجين ان احنا نشعر وكأن العالم سوف ينتهي في موعد محدد، ونعد على ساعتنا 12/12/2012 مش عارف 8/8 سنة مش عارف 8 يعني. إلى هذا الحد احنا عندنا هذا الهوس، هذا اللي ربما يبقى هذا الشغف بأن ننتهي يعني. يمكن هي على قد ما هي لحظة حزينة أو فكرة حزينة، إلا إن هي فكرة خلاصية. يعني هي في الأساس بدأت بفكرة الخلاص، وخلاص الإنسان المعذب المهمش المهزوم. هي نهاية كل هذا بنهاية العالم، على أن يبدأ أو يحصل على فرصة جديدة لحياة أخرى أو لعالم آخر أفضل، يعني مؤجل أو كل شيء جميل وكل شيء كويس، والسلام والمعنى اللي الإنسان بيفتقده على أرض الواقع هو بتبدأ تحصل له حالة من حالات التجلي في عالم آخر رباني مفارق موازي خلف هذا العالم البائد الفاني، اللي هو لابد أن يفنى ولابد أن ينتهي بالنسبة له، لأنه عالم مليء بالظلم ومليء بالقتل والشر. وبالتالي هنا فكرة النهاية هي فكرة خلاصية، لكنها فكرة خلاصية حزينة ابنت زمنها الذي تشكلت وتخلقت فيه. يعني هذه اللحظة الخلاصية لغاية دلوقتي. هي ثم امتدت. أنا عايز أسألك يا دكتور سامح، وأنا انشغل بنهاية العالم ليه؟ ما أنا نفسي هنتهي يعني. إذا كانت فكرة خلاصية فالموت يعني حق لا ينازعه أحد، مش حد أنكر إنه يموت. فممكن يكونوا أنكروا الإله، أنكروا الدين، بس ما أنكروش الموت. فإحنا هنموت يعني أنا كفرد سوف ينتهي عندي العالم مؤكد. أنا ليه مشغول بالعالم بقى؟ ما أفكر في نهايتي أنا. لأن هي فكرة أيضا مرتبطة بفكرة هو ارتباط يمكن يكون ارتباط بدائي، لكنه ارتباط موجود وموضوعي بفكرة العدل. هو افتقد العدل في هذه الأرض، هو بالتالي يشعر بالظلم ويشعر بالهزيمة، فبالتالي تحقق العدل في عالم آخر في حياة أخرى. هو لا يؤمن بالنهاية بمعنى النهاية، هي فكرة الخلود ارتبطت بفكرة النهاية. هذا شيء ترابطي معقد جدا، تشكل في لحظة تاريخية أو في لحظات تاريخية. ولو استعرضنا مع بعض هنلاقي إن فكرة النبوءات الكبرى ونهاية العالم هي كلها تشكلت في لحظة هزيمة.
عند السنة والشيعة والمسيحيين، ومن قبل ذلك بالأساس اليهود أيضا، أو فكرة الخلاص التوراتية كلها تشكلت في لحظات هزيمة وفي لحظات المحنة. من لحظة المحنة بدأت تظهر فكرة النهاية السعيدة للمؤمن، هي رغم كل ما بها من معارك وقتل وحروب، فهي بالنسبة للمؤمن هي نهاية سعيدة، لأن الفئة الناجية، الفئة المختارة، ستحقق النصر النهائي والنصر الأخير، فيسدل الستار على هذه الحياة بانتصار الحق والخير وفقا لكل مفهومه، ونبدأ بقى من جديد بانتصار هذه الفئة وتنعمها في الجنة وتنعمها في الحياة الأخرى وسيادتها أيضا في سلام دائم. هل طوفان نوح يعني ماثل في الذاكرة والذهنية إلى هذا الحد؟ يعني فكرة إنه سوف يأتي ما ينهي العالم، الطوفان الذي سوف يكتسح، وإنه في السفينة التي ستنجو، فدي كلها بقى يعني تمثلات لفكرة طوفان نوح والنجاة على طريقة نهاية العالم؟ هي نفس أو يعني بذرة أو نواة هذه الفكرة هي كان طوفان نوح. طوفان نوح مم. وهو موجود يمكن من قبل الأديان الإبراهيمية، وفكرة النهاية وفكرة الطوفان في ملحمة جلجامش تظهر بوضوح في أن النهاية لكل شيء. مع وجود فئة مختارة بسيطة جدا جدا تبدأ حياة جديدة، لكن هذه الحياة الجديدة وهذه النهاية أيضا، يعني النهاية والبداية حدثتا على الأرض. مم. نحن نريد نهاية أكثر إعجازية، أكثر تجريدا وبعدا في التاريخ ومفارقة وإثارة مم. على في حياة أخرى أيضا مم. بعيدا عن الحياة الأرضية التي أنا نعيشها. بحس برضه في نبوءات نهاية العالم في روح انتقامية كده، يعني الرغبة في إنك تشوف العالم وهو يدمر أمامك وينسحق، وإنه يبقى مظاهر الانهيار والأراضين التي تتفجر والمش عارف إيه الذي إيه، كل دي مشاهد، وكأنه في علاقة برضه أو مشاعر انتقامية كده من الإنسان اللي بيؤمن بنبوءة نهاية العالم بالواقع وبالعالم. حضرتك بتقول لي ده لا، ده رغبه في العدل والخلاص، انا بحاول اقراها من ناحيه تانية من الرصيف التاني، واقول ده رغبه في الانتقام، يعني كانه في ثأر بينه وبين العالم الذي يعيشه. هي فكرة القصاص في حد ذاتها هي فكرة انتقامية، اه. يعني بتجريدها من كل بقى اه. المفاهيم الفرعية فكرة انتقامية. وزي ما قلت إن فكرة نهاية العالم والنبوءات الكبرى بنهاية العالم هي ابنة الهزيمة، مم. ابنة لحظة هزيمة تاريخية. امتى بدأت، يعني امتى اللحظه اللي الثقافه الانسانيه تبنت فيها نهايه العالم ونبوءه نهايه العالم؟ يمكن تحديد لحظة تاريخية بالتحديد مم. مش هقدر ان انا احدده مم. بالظبط، او الكتابات والابحاث ما تحدوش بالظبط، لكن هنلاقي دايما في حالة من حالات التعالق النصي، بمعنى ان في تعالق هنا وهناك بين الثقافات والديانات المختلفة. هنجد فكرة الانتقام وفكرة العود الابدي موجودة في الديانة الفرعونية، قصاص حورس لأبيه من عمه ست، لكن الجنة هنا او الحياة الأخيرة هنا كانت في مصر ايضا، يعني اه. الفكرة ما كانتش بعيدة عن بس ده العالم الآخر. موت وبعث ونشور وجزاء ومكافأة، مش لحظة انفجار العالم وبنتيجة يوم كذا بسبب كذا من خلال فلان الفلاني وموقفنا هيبقى ده. النبوات خدت أشكال تفصيلية عن فكرة اليوم الآخرة، يعني مش ده اليوم الآخر، يعني مش بيتكلموا على يوم النبوءة، ده مش يوم الحشر، ده يوم آخر. ولو استعرضناها هنلاقي ان م- الفكره ما هياش ناجزه ونهائيه في اللحظه اللي ظهرت فيها، هي م- فضلت تتكون باستمرار على مدار التاريخ. يعني فكره نهايه العالم والنبوءات الكبرى في اليهوديه هي ظهرت مع وجود بني اسرائيل في مصر م- والتيه في البريه في سيناء، ثم زادت وتراكمت وبدات تظهر عليها تفاصيل في السبي البابلي الاول والسبي البابلي الثاني. وكل ما كانت معاناه اليهود تزيد عبر التاريخ كانت الفكره ايضا تتشعب وتضاف إليها تفاصيل هنا وتفاصيل هناك ليكتمل الانتقام لليهود م- التائه واليهود المظلوم على مدار التاريخ. فبالتالي هنا الفكرة لا يتم إنجازها في لحظة تاريخية واحدة، وإنما هي تنمو مع الوقت م- حتى وصلنا إلى اللحظة الحالية اللي احنا في نهاية يعني احنا على رأس التاريخ الآن، م- وعلى رأس أيضا اكتمال أفكار نهاية العالم بالنسبة للشيعة والسنة واليهود والمسيحيين. طب خلينا ناخدهم يعني مجموعة مجموعة كده، ونقف عند مثلا تعبير نتنياهو عن إيران والعماليق ومواجهة العماليق. هل ده استدعاء توراتي، ولا ده برضو لعب على فكرة نهاية العالم والنبوءات
دايما التوظيف السياسي للمجال الديني بياخذ هذا الشكل الشعبوي، الشكل الديني الشعبوي الذي ينزع إلى الوعد، يعد بانتصار، وأيضا يحذر من خطر. فبالتالي بيستدعي النص الديني ويعيد موضوعة النص الديني في الواقع بشكل أو بآخر. يعني هو يتحدث عن العماليق ويستدعي من سفر حزقيال أو يستدعي من سفر التكوين النبوءات التي تتحدث عن المواجهة الحتمية بين اليهود في أرض الميعاد وبين الشر، يعني الشر أيا كان ما يمثل الشر، سنة شيعة غيرهم، حتى المسيحيين نحن بيجي نستخدم نفس هذه الأفكار. ابان التمرد الصهيوني في فلسطين في عام 47 ضد الإنجليز، وكان يخطف الجنود الإنجليز ويحاكمهم عصابة شتيرن وتجليدهم وتقتلهم باسم أنه في الأرض الموعودة، في أرض الميعاد، لابد من تحقيق الوعد وتحقيق الانتقام من الأعداء. فبالتالي هنا الفكرة بتتجلى من أجل أن تخدم السياسي، من أجل أن تضع النص الديني في خدمة السياسي. بيتم هنا التوظيف عبر مخاطبة العقل الشعبوي بكلمة، هنا كلمة العماليق. ما حدث في غزة هو ما حدث في أريحة في التوراة بالضبط، أن تبيد الأرض بما عليها من إنسان وطير وحيوان وجماد وشجر، كل شيء كل شيء. هنا استدعاء الفكرة لإسباغ الشرعية الدينية. ويمكن أول بس هنا في الفكرة الدينية، في القصة الدينية بالظبط اللي بيستدعيها. فأنا بسأل عن القصة الدينية هنا، يعني القصة الدينية في حد ذاتها، هل حملت نبوءة نهاية العالم دي جوه النص المقدس ولا جوه خيال التعامل مع النص المقدس؟ طبعا. يعني المتخيل الديني يأتي على النص المقدس فيعيد ترتيب معطياته مرة أخرى، ثم يصيغ نص جديد تماما. نص جديد تماما يقوم بعملية تكيف بنائي ما بين الواقع واحتياجات السياسي واحتياجات الاجتماعي، وما بين المعطيات المتناثرة هنا وهناك، يعيد ترتيبها وتجميعها ويقدم فكرة جديدة في قالب ديني يخدم السياسي. ليس بالضرورة أن يتحدث النص الديني. لو تحدثنا عن الديانات الإبراهيمية والكتب السماوية الثلاث، هنجد ان الفكره اصلا مش يعني متناثره ومش موجوده، ده مش تم صياغتها، أظن إن تم صياغتها واختلاقها. القرآن ما فيهوش لا مهدي منتظر ولا لا مهدي منتظر ولا 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 بالظبط. مسيح الدجال ولا إشارات هنا وإشارات هناك، لكن الفكرة كانت في اليهودية هي فكرة الانتظار، انتظار المخلص اللي هو المسيح أو المسيح ده في الذي قلب النص التوراتي. في قلب النص التوراتي، انتظار المسيح أو المسيح، وأنه لم يأتي بعد. ونجد هنا نوع من أنواع التناص أيضا ما بين التوراة وما بعدها. يعني إنجاز لنا التعبير، فهنجد أن النص التوراتي له بعدين: بعد روماني صاغ الروح المسيحية، وبعد عربي بدوي صاغ الروح الإسلامية. فنجد الحديث في البعد التوراتي عن جوج ومأجوج مثلا، أو جوج وماجوج. جوج ملك ماجوج اللي هو بيمثل هنا الشر الذي يسبق ظهور المسيح أو ظهور المسيح. هذا الشر لابد منه، أن ينهار العالم، أن ينتهي العالم، أن ينحل العالم أخلاقيا، أن يسود القتل والدمار والشر. ويأتي جوج، هو في التوراة ملك ماجوج، وفي الإسلام يختلف يأجوج وماجوج، وفي يعني له تمثلات شتى هنا، لكن هو يمثل القصة الشر. موجودة في التوراة، لكنها لكن هي تمثل مش الشر. موجودة حتى ما قبل التوراة والأديان الإبراهيمية. يعني الشر موجود يعني باستمرار هناك تمثل لهذا الشر الموجود الذي لابد، يعني هناك ثنائية لابد أن تظهر بأضدادها تتضح الأشياء. لن يكون هناك معنى لظهور المسيح المخلص أو المهدي المنتظر إلا بوجود شر مطلق، سواء الدجال، سواء جوج ومأجوج، سواء العماليق، سواء كل هؤلاء الأشرار لابد أن يتكلبوا على الأمة المختارة حتى يبرر هذا ظهور المخلص في النهاية ليقود هذه الأمة إلى النصر ويعم السلام الأرض. يعني بعد ذلك سيعم السلام الأرض، لكنها فترة بسيطة ما بعد الانتصار النهائي. يمكن برضو احنا بنتكلم عن الصهيونية بالتحديد لأنها استدعت كتير جدا من هذه الفكرة. كان فلاديمير جابتونسكي، وهو الأب الروحي لليمين الصهيوني، اللي أسس أصلا عصابة الهاجنة في 1920. هذا الرجل هو أول من أعاد ترتيب مفردات هذه النبوءات الكبرى. يعني هل هو بقى اتكلم بناء يعني بفكر حقامي توراتي، ولا اتكلم بشكل سياسي، ولا بيتكلم بشكل ايه بالظبط علشان يستدعي الدين لصالح السياسة والواقع؟
الفكر التوراتي عمومًا كان رافض، الفكر التوراتي الأصولي كان رافض أصلًا لوجود دولة يهودية في إمم. فلسطين أو في أرض الميعاد، لأن بطبيعة الحال لن يجتمع اليهود من الشتات في أرض فلسطين إلا مع ظهور المسيح المخلص أو المسيا. فكان في موسى مونتفيوري، وده أحد كبار المروجين للدولة الصهيونية. هذا الرجل قال يعني إحنا نستعجل المسيح، نستعجل حركة التاريخ. نفس الشيء عمله الخميني بعد كده، إن إحنا نستعجل بولاية حركة الفقيه. التاريخ، بالضبط، آه. بإن إحنا نتجمّع في فلسطين فندّي له المبرر فييجي أسرع مما إمم. يتأخّر يعني. فبالتالي بدأ هنا يحصل تسويغ أو توظيف ديني غير مقنع، هو غير مقنع لكنه سياسيًا كان مقنع تمامًا. إن يبدأ فلاديمير جابتونسكي يقوم مع أول عمل في التاريخ الحديث لعسكرة الكيان أو لعسكرة اليهودي. بدأ يظهر عند اليهودي المحارب. المحارب اليهودي بدأ يظهر، فنعمل حاجة اسمها كتيبة البغالة الصهيونية أو الفيلق الصهيوني يحارب أو يعرض خدماته على الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. وعملوا أول استعراض عسكري ليهم في معسكر القباري في اسكندرية. كويس، فين بقى النبوءة هنا؟ النبوءة هنا أن المحارب الصهيوني سيوقظ المسيح، إمم. فيعود المسيح إلى فلسطين، أو ينبه المسيح أن اليهود الآن أصبحوا جديرين بأن يقودهم المسيح، لأن أصبحت لهم أرض وأصبح لهم جيش وأصبحوا يحملون السلاح، وبالتالي نستعجل أو نستدعي المسيح المخلص فيعود سريعا إلى أرض أو يأتي إلى أرض فلسطين. والمسيح هنا المخلص في العقيدة التوراتية هو بشري من نسل داوود، ليس خارقا، ليس ربانيا، ليس إلها، هو إنسان إمم. طبيعي، ملك من نسل داوود سيظهر في أرض فلسطين ويقود اليهود. حتى كان في نبوءات يهودية كتيرة كانت بتقول مثلا إن بن جوريون هو المسيح الذي ظهر أخيرا من نسل داوود. إمم. طبعا مع اختلاف التركيبة الجينية والإسلام ما كانش الموضوع مقنع شوية، لكن طول الوقت كانت بتظهر ما بين الشعبويين اليهود. إمم. أيضا كان في شعبويين في المستوطنات والمعسكرات الصهيونية في فلسطين كانوا بيقولوا أن المسيح اقترب من الظهور. وظهرت حاجات من دي كتير في حرب فلسطين، إمم. سواء في المواجهة الأولى مع جيش الإنقاذ في 47 أو في المواجهة الشاملة زي في ما إحنا نقعد نقول 48. كده صلاح الدين، عاد صلاح الدين مرة أخرى. بالضبط، بالضبط. استدعاءات يعني من التاريخ للحاضر. طول الوقت كان بيتم الاستدعاء ده وإعادة موضعة هذه الأسطورة في الواقع وفقًا لمعطيات الإيران. حتى إن السفن اللي كانت بتحمل المهاجرين اليهود كانت بتحمل أسماء توراتية، إكسودس الخروج، إمم. هي أشهر السفن اللي لما رست على شواطئ فلسطين وبدأت السلطات البريطانية ترحلهم مرة تانية لأنها كانت هجرة غير شرعية، فالهجنة فجرت السفينة باللي إمم. فيها، إمم. على أساس إن لأ، هذه نبوءة توراتية تتحقق، لا يمكن أبدًا أن نعود إلى الخلف أو لا إمم. يمكن أن يتم تقويضها. فهنا العقل الديني والهجنة كانت تتبع اليسار الصهيوني الذي لم يكن يؤمن أصلًا بكل هذا، لكنه إمم. كان يجيد توظيف هذا الف د سياسيًا. التاريخ الديني، الثقافة الدينية يقدر يستطيع يحولها إلى عمل سياسي يعني يؤتي بثماره. يعني كانت عصابة شتيرن اللي هي اتحولت أو بعد كده ظهر على أثارها عصابة الإرجون إمم. اللي قادها مناحم بيجن. مناحم بيجن كان يمثل هذا اليمين المهووس بالأصولية إمم. اليهودية. فلا مانع من أن اليسار الصهيوني يوظف مناحم بيجن ويوظف إمم. هذه المجموعة إمم. المخبولة دينيا إمم. والخارجة عن السيطرة في بعض الوقت. فتراكم مثلا أن هم يهاجموا الجنود البريطانيين ويفجروا فندق الملك داوود بمقر الحكم البريطاني في يعني أنت القدس. تقصد إن كل دي كانت أعمال سياسية ترتكن إلى استخدام الدين واستغلال الدين، لكن هو عمومًا فكرة إسرائيل فكرة دينية بالأساس، يعني بالضبط. نشأة إسرائيل والأرض الموعودة ما كلها يعني كلام في قلب الدين يعني، لكن هنا فكرة النبوءة، إنه إسرائيل نفسها نبوءة كأنها نبوءة لعودة المسيح مش نهاية العالم. نبوءة لعودة المسيح، والمسيح سيعود ليقود اليهود في الحرب ضد الشر في نهاية العالم. آه. يسبق هذا كل أشكال الشر في العالم، إمم. وهم اعتبروا أن جوج وجوج ملك ماجوج أو هذا الشر المطلق حدث في الحرب العالمية الثانية مع الصعود النازي إمم. وهتلر. فبالتالي خلاص لا، ما فيش شر أكبر من هذا الشر الذي حاق بس يعني هم باليهود. عندهم قدرة، العقل البشري عموما عنده قدرة على تمثل القصص التاريخية بأنها حصلت في العصر. يعني أنا ما أقدر، هم بيقولوا يأجوج ومأجوج هو النازي، ممكن جدا في واقعنا العربي بقى يقول لك يأجوج ومأجوج هو التكنولوجيا الغربية. ما هو أي حاجة أقدر أتمثلها
باعتبار هي الشر المطلق. في سقوط بغداد على اه ايد التتار كان هولاكو هو قائد، او هو هم يأجوج قوم ومأجوج. ياجوج وماجوج في اه. الفكر اللي كان سائد في الوقت ده. مم. فبالتالي مع عدم قدرتك على مواجهة الشر أو العدو بشكل كبير، أنت بتستدعي على طول التاريخ وبتسقط مم. هزيمتك أو بتسقط المحنة اللي أنت فيها بشيء أسطوري. الميثولوجيا هنا بتلعب دورها في إن حتى أنت بتقدر تتكيف مع هذا الشر، ما أنت مش هتقدر تتكيف مع وجوده إلا لما ترده تاني أو تحيله على عالم المطلق وعالم المفارق، عشان تقول هي دي بقى خلاص إرادة إلهية وإحنا مم. ملناش يد فيها يعني، أو مش مم. هنقدر نقاومها. طب لما اروح بقى للثقافة المسيحية الاقي النبوءات بتظهر ازاي؟ المسيحية استدعت فكرة نهاية العالم، وتشكلت في سياقها النبوءات الكبرى بالمعركة الأخيرة، معركة الانتصار الأخير، من لحظة هزيمة موجعة أو لحظات هزيمة موجعة. مم. أول لحظة انكسار أو سقوط هي لحظة صلب المسيح. مم. المسيح الذي يدخل أورشليم ويقابل بالخوص والأفراح والتهليل، يصلب في نهاية الأمر بشكل بشع وبشكل دامي موجع. لكن هنا نستدعي لحظة انتصار مؤقت، أنه يقوم ويصعد إلى السماء بعد أن يودع تلاميذه ويظهر لهم ظهورات كثيرة ثم يغادر، على أمل بالعودة. أمل بالعودة هي عودة المخلص. هنا تأصلت فكرة المخلص في المسيحية في بواكير المسيحية. في لحظة المسيحية الأولى بدأت عندي فكرة المخلص تتشكل. مع كل لحظة اضطهاد بنشوف هذه النبوءات في أعمال الشهداء المسيحيين في وقت اضطهاد عظيم على ايد الامبراطوريه الرومانيه، وحتى مرسوم قسطنطين اللي هو مم. بيعترف فيه بالمسيحيه. طول هذه الفتره في لحظات تعذيب ولحظات اضطهاد بتتشكل على مدارها النبوءات الكبرى التي تتنبأ بعودة المسيح وظهور المسيح أو العود الثاني للمسيح. العود الثاني للمسيح يمهد له أيضا مثل التوراة لحظات انهيار وضعف وانتصار للشر. هو الشر هنا دايما مجسد في ايه بقى؟ الشر هنا مجسد في كل، يعني مجسد في الإمبراطورية الرومانية اه. مثلا في وقت من الأوقات. ثم بعد ذلك بدأت الطوائف المسيحية تجسد هذا الشر بين بعضها البعض. كان الأول بعد انتصار المسيحية مجسد في الفرس العدو الأكبر مم. للمسيحية. ثم بعد ذلك ومع انقسام الكنيسة بدأ كل طرف ينظر للطرف الآخر على أنه مهرطق وأنه مجدف وأنه شرير. تجلى هذا بوضوح في العقيدة البروتستانتية في عصر ميري الدموية وسقوط عشرات الألوف من المسيحيين البروتستانت قتلى على إيد الملكة الكاثوليكية، وفترة الحروب الدينية الطويلة في أوروبا. كل هذا الاضطهاد وكل هذا الدم وكل هذا الثمن الباهظ تجلى في فكرة أو أكد فكرة حتمية عودة المسيح، حتمية انتصار الخير. يعني احنا يا جماعة مش هنفضل كده، يعني في أمل في نهاية هذا مم. النفق الطويل المظلم، نفق تاريخي طويل مظلم. طب نرجع نقول ان انتصرت البروتستانت بالهجرة الأخيرة وعملوا دولة في الولايات المتحدة وأصبحت الدولة العظمى في العالم. ما حاجة هذا المنتصر، هذه الإمبراطورية القوية، الإمبراطورية الراسخة المتمكنة، إلى هذه النبوءات؟ ما أي انتصار تبحث عنه هنا مم. بقى؟ لابد أن نشتبك مع بنية العقل اليميني المحافظ. هو لا يرضى بهذه النهاية. هذه النهاية لا ترضيه، هذه النهاية لا تقنعه. لابد أن تحدث النهاية التي تتماس مع الأسطورة ومع الميثولوجيا. يعني إذا لا مبرر لعودة المسيح. هذا هو السؤال. لماذا يعود المسيح وقد أصبحت المسيحية قوية وأصبحت البروتستانتية قوية؟ لا بد أن نستدعي الفكرة ونختلق عدو باستمرار، نختلق شر باستمرار. هذا الشر يمثل ضغط، يمثل خطر، يمثل حصار لنا. لا بد أن نستعد ونتأهب له ونعد الأرض لعودة المسيح، بأن نواجه هذا الشر مواجهة مؤقتة حتى يعود المسيح في نهاية التاريخ ونهاية العالم، ويقود جماعة المؤمنين للخلاص النهائي والسلام النهائي ليسود على الأرض. هي الفكرة هنا مش فكرة السيادة على السيادة المذهبية ولا السيادة على مساحة صغيرة من الأرض، السيادة على كامل الأرض وتحقيق السيادة على كامل الأرض. وبالتالي هنا يصبح لعودة المسيح معنى ومغزى في التاريخ. ولما ننتقل بقى من الثقافة المسيحية ونبوءة برضو نهاية العالم، الحرب اسمها ايه في الثقافة؟ الأرمجدون. هرمجدون. هرمجدون. م. والعودة المظفرة، وثم سيادة العالم، ثم نهاية الكون. كويس. شفناها عند اليهودية وشفناها عند المسيحية، ولغاية دلوقتي احنا بنتكلم على الثقافتين. طب لما نتكلم على الإسلام والإسلام وكل دين، لما جيب يعني المسيحية بعد اليهودية عارفة قصة نهاية العالم عند اليهودية، ومع ذلك قدمت هي
قصة جديدة لنهاية العالم. الإسلام جه وعارف قصة نهاية العالم عند اليهودية وقصة نهاية العالم عند المسيحية، ومع ذلك قدم لنا قصة نهاية العالم أيضا. بالظبط، يعني كل جماعة لابد أو كل فئة ناجية لابد أن يكون لها قصتها اه. وهي بطلة هذه القصة. مم. الإسلام نشأ في كنف اليهودية والمسيحية مم. وتمس معهما وحاربهما وانتصر عليهما في السياق التاريخي أو في الزمان والمكان في هذا الوقت. لكن القصة الإسلامية كانت قصة معقدة نسبيا لأنها لم تنشأ من العدم. كان لابد أن تأخذ المعطيات المتاحة هنا وهناك ثم تعيد كان عندها غربلتها مرجعية. وتعيد بنائها. بالظبط، اه. هي عندها مرجعية. يمكن ده يقول لنا ان هي كانت فكرة سهلة. لا، هي ما كانتش فكرة سهلة، لان مع هذه المرجعية لابد ان اختلف عن هذه المرجعية. وفي نفس الوقت ملابسات التاريخ الإسلامي بعملية الانشقاق الكبرى التي حصلت بين السنة والشيعة جعل كل فريق يخلق عنده نهاية مشهديته. العالم بتاعته برضه. عنده مشهدية خاصة، مشهدية خلاصية خاصة لنهاية العالم. والطرف الآخر فيها هو أيضا يمثل الشر. يعني هنا السنة يمثلون الشر والشيعة هنا يمثلون الشر وهكذا. طب فالموضوع خلينا كان نبدأ معقد شوية. لما كانت الثقافة لسه جامعة، يعني لسه بقى احنا بنتكلم على الحقيقة هم انفصلوا بسرعة، يعني وتشقق حصل بسرعة في يعني 30 40 سنة يعني مع الحروب الأهلية. لكن في المحصلة متى نلمس فكرة نبوءة نهاية العالم في الإسلام؟ القرآن بيستنبط منه علامات يوم القيامة، وكم من كتاب ومؤلف في علامات يوم القيامة. لكن هل في علامات نهاية العالم عودة مسيح أو مهدي منتظر ثم الركون بقى إلى سيادة الكون ثم النهاية؟ من اللحظة الأولى وحتى لحظة سقوط الدولة العباسية الفكرة عمالة تتشكل وتتكون وتنضج. يعني زي يعني ما مش بنقول ابنة في لحظة واحدة، ما تنضج على تفجرتش لوحدها مرة واحدة خالص. يعني هي ولا بتنضج ولا الفكرة بهدوء. اليهودية ولا الفكرة المسيحية. حضرتك بالظبط. بتقولي انه العصر والتاريخ والتراكم والظروف والوقائع والمصادمات والهزائم بتقعد تكون كرة التلج دي وتكبر قصة نهاية العالم. بالظبط، لكن انا هرجع تاني بقى للسياسي اللي هو صاغ كل هذه الفكره. مش هقدر ان انا اتتبعه في مسار تاريخي ثابت واحد. يعني مش هقدر امد الخط على استقامته من بدايه النقطة الرساله ألف لحد للنقطة ب. مثلا الدوله العباسيه. لكن انا طول الوقت عندي فكره النهايه بتتشكل باستمرار. فهتلاقيني برجع مثلا ببدا من مثلا حدث مهم جدا، سقيفه بني ساعده. سقيفه بني ساعده اللي هي لحظه انتاج الهزيمه، يعني لحظه انتاج الهزيمه في هزيمة الاسلام. الطرف. هزيمة طرف بالظبط. ثقافة بني ساعدة في الوقت اللي الرسول توفى فيه، توفى يوم الاثنين. الرسول توفى يوم الاثنين، دفن مساء الأربع. 3 أيام دول انشغلت الجماعة المسلمة بمن يخلف الرسول، والخناقة الكبيرة اللي حصلت في سقيفة بني ساعدة اللي انتهت بتولية أبو بكر الصديق. لكن هل معقول نقدر إن العقل هنا وهو بيحلل حدث تاريخي مهم بحجم خلافة الرسول اللي أسس دولة لأول مرة في الجزيرة العربية، إن الموضوع قاعد في سقيفة بمعزل عن جماعة المسلمين وعن القبائل وعن بني أمية وعن الصراعات الكبرى في الدولة، بإن 2 3 مع مجموعة أنصار اتخانقوا فحسموا الموقف وبايعوا أبو عبيدة، فأبو عبيدة شد أبو بكر وقال له لا أبايعك، أو عمر بايعه وانتهى الموضوع. وسعد بن عبادة يروح تقتله رجلين الجن. تقريبا. تقتله الجن. آه. الموضوع طبعا مش أكيد، لا، كان في تفاهمات كبيرة جدا ما بين القبائل العربية في الفترة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة لوفاة الرسول، يمكن في العام الأخير كمان. يعني بتقولي ده كان مجهز ومعد قبل سقيفة بني بالطبع، ساعدة؟ لأن سقيفة الرسول بني ساعدة كان المشهد الأخير مش الأول؟ بالطبع يعني ازاي؟ ايه يعني أدلة ده؟ المصاهرة اللي حصلت ما بين الرسول وبني أمية، بأن الرسول يتزوج أم حبيبة. ثم بعد ذلك أبي سفيان بيروح، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه دار فهو آمن. هذه الميزة الكبرى التي أخذها زعيم الأمويين. ثم بعد ذلك بعد فتح مكة ودخول المسلمين الرسول يولي على مكة أحد الشباب الأمويين كان عنده 17 18 سنة. معناه ان ابو اميه هو اللي بيحكم مكه فعليا. فازاي هنقدر ان احنا يتم احلال بني هاشم ببني اميه ان لم يكن هناك مرحله انتقاليه؟ المرحله الانتقاليه يكون فيها ابو بكر، واللي بيحكم فعليا في عصر ابو بكر وعمر بن الخطاب، ثم الفتره الطويله لعمر بن الخطاب اللي بتقعد حوالي 10 سنين، وبعد كده عمر بن الخطاب بيختار 5
ستة ابو ستة وبينهم واحد واحد اخوه. منهم اعتزل فبقوا خمسة، آه. بيتم اختيار عثمان بن عفان الاموي ليصل الامويين اخيرا الى حكم الدولة الاسلامية عبر هذا الاتفاق. هنا انا عايز ادور على لحظة هزيمة الانصار. هزيمة الانصار اللي بعد كده لما لقوا نفسهم. هزيمة الأنصار ولا هزيمة آل البيت؟ الانصار اولا اه. عندهم لحظة هزيمة فتجمعوا مع علي بن ابي طالب. مم. كان كل مؤيدي علي بن ابي طالب من الانصار، لان هو ايضا تربى ما بينهم في المدينه صغيرا، وكان علاقته بيهم علاقه جيده وعلاقه قويه، فبالتالي هم ايدوه ودعموه. فبعد كده الانصار مع بني هاشم بيهزموا. صغيرا بمعنى شابا، يعني اه لأن هو كان في مقبل في قبل ال20 مثلا، بالظبط كان لما في الهجرة كان حاجة و20 سنة. اه. تقريبا. مم. في الوقت ده مم. اصبح هنا عندي طرف مهزوم اللي هو مم. الطرف بني هاشم هزموا، وايضا الانصار هزموا، فبدا يحصل البحث هنا عن المشهديه الخلاصيه الاخيره. فبدات تتجمع بعض الروايات عن الخلاص مم. والنبوءات الكبرى بالخلاص، وتظهر روايه مثلا ابن صياد اللي هو طفل صغير ولد في المدينه وكان اعور العين، وكان عمر بن الخطاب بيروح يشوفه وقال له ان هو ده المسيح الدجال مثلا. القصه دي رائجة جدا في المرويات السنية. فدي بداية لظهور هذه القصة اللي هي بتبدأ تمهد ان خلاص العالم اقترب من النهاية، العالم أصبح قريبا من هذه اللحظة التي نبحث عن لانتصار الخير. فانتصار الخير يحتم علينا خلق هذه المشهدية الخلاصية. لكن سرعان اللحظة دي ما يعني ايه وقفت، وبدأت لحظة تانية خالص مختلفة تماما، لحظة الانقسام الكبرى بقى في العالم قبل الإسلامي. الانقسام بقى، اللحظة دي ولدت ايه؟ يعني هل عندنا قصة ممسوكة كده ولدت لنبوءة نهاية عالم؟ بالظبط، ولدت هذه اللحظة بالذات بعد في العصر الأموي وعصر يزيد بن معاوية ومعركة الحيرة والحرة، مم. وضرب الكعبة بالمنجنيق. المسلمين ضربوا الكعبة بالمنجنيق، وصلب عبد الله بن الزبير. هذه المآسي الكبرى خلقت في العقلية الأنصارية أولا، لأن كان دي لحظة النهاية للأنصار بقى، خلاص مم. لم تقم لهم يعني ما قامتش لهم أمة بعد كده في العالم الإسلامي. اللي بعدهم بقى من التجار، واللي بعدهم يعني بعدوا تماما عن السياسة. لكن خلقت هنا هذه اللحظة هي الكارثة الكبرى التي حاقت بالعالم الإسلامي، لما ظهرت شباب مدينة الرسول يقتلوا ويصلبوا ويذبحوا، والكعبة تضرب بالمنجنيق. أي نهاية احنا بننتظرها بعد كده تبدأ تظهر هنا روايات. بدأ بقى تواتر الحديث عن المسيح الدجال، والناس شبهت يزيد بالمسيح الدجال، وشبهوا بني أمية بيجوج ومأجوج. وبدأت هنا يتم وضع البذور مم. لهذه النبوءات اللي بعد كده ما كملتش في الخط التاريخي ده، عشان في خط تاريخي تاني موازي بدأ والتهم الخط الأول، وصار في مسارين مختلفين، مسار سني ومسار شيعي. قال ايه بقى السني وقال ايه الشيعي؟ نبدأ بالشيعي، يلا. لأن هو قام على مظلومية تاريخية مم. كبرى حقيقية. علي بن أبي طالب رغم انتصاره في صفين إلا إنه ما قدرش يقعد في المدينة، وخرج إلى الكوفة. وطبعا الكربلائية المشهورة اللي احنا عارفينها بس و- كربلاء بعد سيدنا علي، بس بعد علي تقصد طبعا راجل لكن هي خلف الهزيمة دي. اه. هذه الكربلائية هي التي مم. خلقت فكرة بقى المهدي، وفكرة المسيح أيضا مم. في التمثلات الدينية الشيعية. التمثلات الدينية الشيعية تمثلات غارقة في الميثولوجيا مم. بالكامل، لأنها ابنة لحظة هزيمة ساحقة، هزيمة تاريخية ساحقة. أثناء الفتنة الكبرى أو معارض الفتنة الكبرى أو الحرب الأهلية الطاحنة دي، ما كانش فيه تأصيل لفكرة يعني ولاية علي بهذا المنطق، ولا فيه تأكيد على فكرة حقه في الولاية إلى هذا الحد، ولا كان فيه ولكن غائم. كان ضمني، بمعنى مم. أنا هبدأ من رواية مقتل عمار بن ياسر مم. بالتحديد. عمار بن ياسر لما قتل في صفين، يعني عمرو بن العاص كان موالي لمعاوية، لكن في نفس الوقت كان في ما بينهم تنافس ما. فعمرو بن العاص نظر إلى معاوية بعد مقتل عمار بن ياسر وقال له يعني سمعت رسول الله يقول ويحك يا ابن سمية تعيش نيف و90 عاما وتقتلك الفئة الباغية، وابتسم. مصطلح الفئة الباغية ظهر، فمصطلح الفئة الباغية مم. تظهر أمام مصطلح الفئة الناجية. اه. فمعاوية قال له إنما قتله من دفعه لقتالنا. فبدأت هنا فكرة إن في فئة باغية وفي فئة ناجية، بمعنى إن في صاحب حق ديني لهذا الحكم. وطول الوقت بقى في روايات، حتى لما جه أبو موسى الأشعري في قصة تحكيم. التحكيم نفسه كان يعني لما رفعت المصاحف على أسنة الرماح، وكان مشهد ديني بامتياز تداخل مع السياسة. ففضل الاشتباك ما بينهم هما الاثنين ما تمش ابدا طول الوقت. حتى علي
تصرفاته أو في تحركاته النبيلة سياسيا، النبيلة أخلاقيا والضعيفة سياسيا، لأن علي لم يكن يصلح أبدا لهذا المنصب. دعنا نتفق في هذا، نتيجة لأن علي كان عنده منظومة قيمية، منظومة الفارس، هذا الفارس النبيل الذي لا يواجه خصمه إلا في وجهه إلى آخره إلى آخره، لم يكن رجل الدولة في هذا الوقت. وبالتالي الأمويين على قدر ما قاموا به من مذابح، لكن سياسيا لعبوا سياسة بامتياز. وأيضا تم توظيف هذا الانتصار توظيف ديني. نعود للشيعة مرة تانية ونشوف كان في حالة من حالات القلق في معسكر علي، بمعنى أن علي عندما خرج إلى الكوفة ولم تحسم صفين، وعنده الأمويين وعنده الخوارج والدنيا يعني ما كانتش أحسن حاجة معاه، بالتالي الراجل بدأ هنا من يخلف علي ابن أبي طالب. الحسن لم يكن الحسن رجل دولة، علي نفسه قال إذا جاءكم الحسن فلا تزوجوه، يعني كان لا يثق بابنه على الإطلاق. والطرف الآخر كان ينظر على أن بدء توريث الحكم في آل علي بن أبي طالب، هم المعارضين لعلي بن أبي طالب، يعني أن الخلافة ستبقى في بني هاشم إلى ما شاء الله، لأن هيصبح هنا من صلب رسول أو على درجة قرابة من الرسول، وهنا يعني الرسول لم ينجب ذكور، فبالتالي ابن عمه سيأخذ الخط في اتجاه الحكم الوراثي. وبالتالي كان طبيعي جدا ان الحسن يقعد فتره قليله جدا بعد ما خلف ابوه وينزل عن الخلافه، وقيل انه قتل او ثم بعد ذلك، لكنه تنازل طبعا لان الرجل لم يكن لا رجل سياسه ولا رجل حرب، عكس الحسين وهو يخرج الى كربلاء وضع علامه استفهام كبرى في التاريخ. لماذا خرج الحسين في كربلاء وهو يعلم انه مقتول لا محاله؟ هل خرج الحسين ليصنع دلاله رمزيه او ليصنع نموذج لهذا الانتحاري الذي خرج يصفو هذا المسيح في المنظومة الإسلامية؟ الحسين يقابل المسيح في الفكر، يعني في الفكر الشيعي يقابل المسيح في الفكر المسيحي بهذا التضحية وهذه التضحية وهذا الفداء، فإنه كان يعلم أنه مقتول لا محالة ومع ذلك خرج. طول الوقت بقى طب قتل الحسين وآل البيت وتولى الأمويون الخلافة، ماذا بعد في الفكر الشيعي؟ لحظة الهزيمة الساحقة، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ نبدأ نقول إن في أئمة، وهؤلاء الأئمة بينتهوا إلى الإمام الغائب، غيبة كبرى وغيبة بس صغرى. الإمام الغائب ظهر لما غاب، يعني لما غاب بالظبط. يعني اصله كان الموضوع لسه ما فيهوش نبوءة نهاية عالم ولا مهدي منتظر، انا اسأل يعني فانه بعد ما تظهر بقى محنة جديدة، وهو انه الحسن العسكري اختفى، او يعني الامام الغائب، فبيبدأ تتولد فكرة الامامة الغائبة. بالظبط، فكرة الامام. لكن هذه الفكرة، ما هو فكرة الامام الغائب سيعود ويعود من اجل مهمة خلاصية. هذه المهمة الخلاصية يليق بها نهاية العالم، يليق بها نهاية التاريخ. هنا العقل الذي يقوم بعملية التكييف البنائي ما بين الاحتياج الإنساني في لحظة السقوط وما بين المنطق السياسي في لحظة الصعود المنتظرة والمرجوة، يخلق أو يقوم بتخليق كل هذه المشهديات من أجل أن يقنعنا بمعطيات. طبعا هي معطيات معطيات كورسيطية ابنة العصور الوسطى صحيح، لكنها استمرت، يعني على الرغم من البعض ينظر إليها أنها معطيات ساذجة أو لكنها استمرت واستقرت في بنية العقل الشيعي إلى أن جاء الخميني بعد ذلك وأعاد موضعتها بولاية الفقيه. يعني الراجل هنا عشان نستعجل يعني هو استقروا على إيه فيما يخص الفهم الشيعي لنهاية العالم؟ استقروا على حكاية المهدي المنتظر ولا عودة الإمام الغائب، ولا الإمام الغائب هو المهدي المنتظر؟ وبعد كده هنعرف بقى الخميني عمل ايه. في بعض يعني في هنا تداخل ما بين الأفكار، خصوصا كمان التدين الشيعي والتدين الشعبي بامتياز، فدخل على الخط. يعني البعض يقول أن الإمام الغائب سيعود ثم يظهر المهدي المنتظر، البعض الآخر يقول أن الإمام الغائب هو المهدي، لكن في الفكرة العامة المهدي المنتظر هو محمد ابن الحسن المهدي. يسبقه ظهور السفياني وهو رمز الشر هنا، رغم ان الفكر الشيعي عنده فكرة يأجوج ومأجوج وعنده فكرة ايضا الدجال، لكنها ليست فكرة مركزية مثل الفكر السني. لكن المركزي هنا السفياني الذي يظهر تقريبا في ارض فلسطين ايضا ويعيث فسادا في الارض، هو رمز الشر. بعد كده بيظهر كمان اليماني، واليماني هو الذي يمهد لظهور المهدي المنتظر. كلها إرهاصات وكلها بشارات لظهور المهدي المنتظر الذي يعود لقيادة المسلمين ويحرر الأرض
من كل هذا الشر. يعني حتى في الوقت الحالي مثلا كان بعض التمثلات الشعبية الشيعية أثناء الحرب بين إيران وإسرائيل بينظروا إلى نتنياهو على أنه هو السفياني. مم. أيام الخميني كانوا صدام حسين هو السفياني. مم. فهنا السياسي دايما استطاع أن يلعب على وتر هذا التباين ما بين الأفكار وفكرة الانتظار، فكرة انتظار الخير وانتظار الشر، لأن في النهاية طبعا هتحسم المعركة للخير. المفارقة هنا إن عند السنة بقى تخلينا لسه اه عند الشيعة. وصل حضرتك يعني الذهنية الشيعية، الفهم الشيعي بيقول إنه محمد بن حسن المهدي اللي هو الإمام الغائب هو المهدي المنتظر. مهدي المنتظر، وهو يعني خالد في الزمن، بمعنى انه عايش من لحظة اختفائه او غيابه حتى الآن، فهو موجود وحاضر، ولكنه سوف يعود ويظهر في تلك اللحظة، بالظبط. مش انه مستدعى في زمنه اللي ده موجود، انما يظهر في الزمن المعلوم بقى لظهوره. زي المسيح. هو اه كمان المسيح جاي في الفكر اه الشيعي أيضا، مم. يعني المسيح أيضا قادم في الفكر الشيعي، لكن مركزية المهدي هنا في الفكر الشيعي اه أكبر من مركزية المسيح. مم. يعني انما مقدمة لمجيء المسيح. مقدمة لمجيء المسيح، وهيتزامنوا الاثنين مع بعض في اه نفس الوقت. يعني ويقال أن المسيح سيصلي خلف المهدي. مم. يعني يقال في بعض التنظيرات أن المسيح سيصلي خلف المهدي. كلهم أبطال منتظرون وفي أشرار منتظرون أيضا، لكن في النهاية يلعب السياسي على وتر كل هذا التباين وكل هذه الأفكار المتداخلة. بمناسبة حضرتك أستاذ الفلسفة الدينية، عندنا في الدين الإسلامي بيتقال لنا إن المسيح قادم عائد مرة أخرى، المسيح المنتظر. هل في القرآن لا، من القرآن لا. يقول لنا أن المسيح قادم؟ القرآن لم يقل آه. أبدا أن المسيح. فإحنا اعتمدنا القصة المسيحية التوراتية التوراتية في عودة المسيح. تم اعتماد الفكرة التوراتية. وحتى في يعني في نقطة هنا مهمة جدا، أن في بعض الناس ظهروا في الجزيرة العربية مم. ورفضوا الفكرة التوراتية بعودة المسيح، وقالوا لا، محمد أولى بالعودة، آه وأن رسول محمد هو الذي سيعود ويقود المؤمنين مم. في آخر الزمان، وليس المسيح، وأن المسيح مم. لن يعود. هنا مرونة الفكرة، مرونة فكرة العودة، مم. لأنها ليست موجودة في النص المؤسس، ليست آه موجودة في القرآن، مم. وبالتالي المرويات. فنجتهد بقى نألف زي ما احنا عايزين. بالظبط. ده طيب، ده الفهم الشيعي اللي هو الحقيقة مركب شوية. احنا عندنا ظهور علامات للشر السفياني، علامات للخير اليماني اللي هيظهر، ثم المهدي المنتظر، ثم المسيح المنتظر. ده التركيبة اللي قايمة على نهاية العالم والنبوءة عند الشيعة. طيب ونهاية العالم بس هتسبقها بعد الانتصار الكامل فترة من السلام اه تسود فيه الجماعة المؤمنة حكم م- الأرض كلها يعني. ممتاز. م. في الفهم بقى السني. الفهم السني استدعى فكرة الفهم السني أيضا بدأ تتكون الفكرة أيضا في لحظات انكسار. بمع أول لحظة الانكسار في الفكر السني الإسلامي، هي لحظة الصراع الكبير أو الحرب الأهلية بين الجماعة المؤمنة أو بين الصحابة. م. واللحظة اللي بيتم هي دخلت في نطاق المسكوت عنه والتعمية والتغطية، لأنها يرى بعض الأصوليين أنها لا تليق بمقام الصحابة وتتناقض مع فكرة عدالة أو عدل الصحابة. فالمؤمن بدأ ينظر هنا إلى هذا الصراع. المؤمن المجرد من الأطماع السياسية بدأ ينظر إلى هذا الصراع على أنه صراع غير منطقي وغير مبرر وغير محتمل أخلاقيا ودينيا. وهذه الجماعة التي صحبت الرسول وشاهدته وضحت بنفسها في كل الحروب تتقاتل من أجل ملك زائل يعني، وهي طول الوقت تتحدث عن الملك الزائل، وارتكبت فظائع يعني. عبد الله بن الزبير يصلب أياما، والكعبة تضرب بالمنجنيق، ويتم إحراق المدينة وقتل الشباب. فظائع. الحجاج بن يوسف الثقفي وما قام به من وقبل كده أهوال، كمان وقبل كده الصراع بين بالظبط. علي وعائشة بالظبط. والزبير بالظبط. وطلحة من جهة، معاوية وعلي من جهة، والاقتتال الرهيب الأهلي وسرقة اللي بيت أدى المال إلى بالظبط. مئات يعني عشرات الألوف من القتلى. وأن علي يراسل عبد الله بن اه العباس فيقول له رد أموال بيت المال، فيقول له ده حقي. فكأنه صراع دنيوي مم. بحت على الدنيا ده عمل إيه بقى عند ووراء السنة؟ الدين. هنا بدأ يخلق حالة البحث عن العدل زي ما قلنا، مم. والبحث عن مخلص. البحث عن مخلص، أول مخلص ممكن نبدأ إن احنا نستدعيه من الذاكرة، بنروح لفكرة المسيح.
العائد أو المسيح المنتظر، وهي الفكرة اليهودية اللي اتكلمنا عنها مم. في بداية الحلقة. انما اللي حضرتك بتقول انه في ناس جوه الجزيره العربيه اعتقدوا الاولى محمد في العوده، لكن الثقافه المسلمه يعني تعاملت باريحيه شديده وبقبول بفكره عوده المسيح. هل لانه القران بيقول ان المسيح رفع ولم يمت ومن ثم يعني هو موجود وحاضر، مسيح حي، فعشان كده القبول بعودته سهل؟ طب ما هو ربنا بيحيي الموتى، ممكن يعيد من شاء يعني، فيمكن ان يعيد محمد من يعني. دي فكره تسامحيه جميله، أنا يعني اكبرها، يعني فكره القبول الاسلامي بفكره عوده المسيح الى الدنيا وقيادته للعالم وعوده السلام على يديه. لكن انا بسال عن تفسيرك لكل هذا التعصب، كل هذا التطرف، وحتى المتعصبين السلفيين في يعني أكثر يعني مظاهرهم تعصبا يؤمنون بالمسيح المنتظر والعائد. هي الفكرة قائمة على فكرة أن محمد هو خاتم الأنبياء، اه. وأن كل الأنبياء، نحن نؤمن أو المسلمون يؤمنون بكل الأنبياء، وبالتالي نحن أولى بموسى منهم ونحن أولى بعيسى منهم. فهي مم. فكرة استقطاب مم. هؤلاء، يعني مم. أن ده بتاعنا احنا. بالضبط، اه. بالضبط. ففكرة مم. الاستقطاب هنا والرغبة في الاستحواذ مم. على نبي بحجم ما صنعه المسيح في آه. التاريخ، ونبي يعني بحجم ما صنعه موسى في التاريخ، هي يعني فكرة التصور جديرة. الإسلامي إن المسيح المنتظر سيعود مسلما. سيعود مسلما ويقود المسلمين اه. ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. يعني كمان هي اه. الفكرة هنا فكرة أنه مسلم، مم. بالتالي فهي فكرة جديرة أيضا وتليق بنهاية العالم بالنسبة مم. للعقل السني الذي صغى في هذه او المرحلة تحقق المبكرة. انتصاره بقى، يعني المسيح نفسه اسلم يعني. بالضبط، اه. بالضبط. فبالتالي كانت أقرب فكرة هي فكرة المسيح المسيح المنتظر. المنتظر اللي بيعود في نهاية الزمان. مم. وتأثرًا بالشيعة ظهرت فكرة المهدي المنتظر هنا أيضًا. برضو تساؤل اخر، إمم. زي ما كنت بس حضرتك على القبول الاسلامي بفكره ان المسيح هو الذي سوف يعود وهو الذي ينتظر، برضو جه منين التسامح السني مع فهم الشيعة او فكر الشيعة فيما يخص انه مهدي منتظر راجع؟ لأن محمد بن الحسن المهدي مم. من نسل فاطمة بنت محمد في الفكر مم. السني، فبالتالي نحن أولى به من الشيعة. نحن برضو. كسنة مم. أولى به من الشيعة. عملية مم. استحواذ هنا برضه عملية استحواذ قائمة مم. ومستمرة في التاريخ، وبالتالي هو منا أيضًا وهو مسلم، وأيضًا المسيح سيصلي خلف هذا الرجل من أمة محمد في مم. الفكر السني بعد الانتصار النهائي على قوى الشر ومعركة دابق الشهيرة في هذا الفكر يعني. هنا بقى آه، ايه، من هرمجدون الى مرج دابق، مرج بالضبط. دابق بتظهر ازاي هنا بقى؟ هي بتظهر في رواية ومرج عن دابق مكان آه. مدينة موجودة في الشام في عموما الشام، يعني. اه. بالضبط. هي بتظهر رواية عن الرسول بأنه لن تقوم الساعة حتى يجتمع الروم في دابق، مم. ويخرج شباب من أمة محمد من المدينة، يعني فيما معناه، مم. وينتصرون وينتصر الإسلام انتصارا نهائيا على الروم، وهم روم، يعني هم اه. في الرواية من الروم. مم. فبالتالي هي رواية أيضًا ابنة تاريخ الصراع ما بين مم. المسلمين والروم في البواكير الأولى أو في اللحظات الأولى. وطول الوقت، يعني طول الوقت بتبدأ تظهر، يعني القسطنطينية، فتح القسطنطينية مثلًا كانوا بينظر ليه في وقته على إنه هو أحد علامات الساعة. اه. آه، اللي هو وكانت في روايات كتيرة إن لن مم. تقوم الساعة حتى رجل من أمتي يدعى اه. الفاتح، أو يدعى محمد، اللي هو محمد الفاتح. يعني كلها، يعني أنا باقوم هنا بتوظيف الديني دايمًا، مش بس باوظّف الدين الموجود، ده أنا باشكِّل وباخلق دين جديد في البنية الذهنية المعاصرة لوقت الرواية، عشان أبدأ أقول رواية جديدة تقدر إن هي تلاقي هذا التفاعل وأغطيها بغطاء ديني وأوظّفها سياسيًا لتحقيق الانتصار النهائي. فبالتالي طول الوقت الديني كان في خدمة السياسي. ظهرت روايات بقى ويأجوج وماجوج والمسيح الدجال إلى آخره من بس هي الروايات روايات السنية. لا زالت تحظى بالقبول بالضبط، هي ولها مستقرة. شعبيتها. هي مستقرة اه في يعني العقل بصرف النظر الجمعي. انه ما يطلعش القسطنطينية هي علامات نهاية العالم، بس مش مهم، يعني احنا موافقين برضو نعدي منتظرين المهدي او منتظرين المسيح. طيب اذا كان ده جوه العقائد، سواء اصل العقيدة او اضافة عليها او تخريجة بشرية يعني لها، لكن خليني اسألك الدكتور سامح اسماعيل، يعني ما الذي يجعل في هذا العصر من يصدق فكرة نهاية العالم ويؤمن بهذه النبوءة، وزي ما بقول لحضرتك كده، ويتحدد لها مواعيد وأزمان؟ يعني
نهاية العالم، والناس بتنتظر على ساعتها ان نهاية العالم النهارده الساعة 12. إيه اولا لماذا تظهر مثل هذه الافكار في هذا العصر؟ ثم لماذا يقبل بها العقل المعاصر، يعني بكل ما يمتلك من علم، عنده قدرة على يعني الاختيار ما بين الصح والخطأ يعني. هي ابنة يعني 3 محاور. المحور الأول هي فكرة الهزيمة النفسية. مم. فالمنهزم نفسيًا بيبحث عن لحظة مشرقة في التاريخ. يعني لو اتكلمنا عن كهف أفلاطون، وإزاي إن الناس اللي هي محبوسة جوّه الكهف بتشوف الظلال المنبعثة من النار بعيدة على إن هي كل العالم. هم شايفين هو ده كل العالم، وبالتالي أي إشارة العقل الشعبي دايمًا بيدوّر على إشارة، على علامة، على كرامة. فإشارة إن 2020 سنة مش 20 والّا 12 سنة 2012، يعني الأرقام، لعبة الأرقام طبعًا بيدخّلها في العقل مثلًا لمّا اتفرّجنا أو شُفنا انفجار مفهوم وظاهرة الإعجاز العلمي، وإزاي إن الناس كانت بتُدلِّس بإن هي تضع مم. مجموعة من الأرقام مع بعضها وتردّها للدين، وتعملها بغطاء ديني تاني، تعيد إنتاجها تاني بغطاء ديني عشان تبدأ تداعب هذه ال 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 نقول إيه، الحالة النفسية السيئة لدى عموم المنهزمين نفسيًا، منهزمين اجتماعيًا، منهزمين اقتصاديًا، منهزمين سياسيًا، عشان تبدأ تدّيهم علامة جديدة يستعيدوا من خلالها القدرة على التكيُّف مع هذا العالم اللي هينتهي قريب، وبالتالي ما فيش فرق ما بيننا وما بين الآخر اللي بيضطهدنا ومنتصر علينا، لأننا كلنا خلاص لحظة النهاية قربت. لحظة النهاية ساعات أنت وأنت شغال على جهاز كمبيوتر وبايظ معاك البرامج وفيروسات والكلام ده، فبتعمل shut down أو restart. ده مريح جدًا بالنسبة لك، لإن كل الدنيا هتعمل shut down، فخلاص لحظة shut down مم. كلنا زي بعض في النهاية. بس والآخرين أيضًا، يعني الفكر المسيحي الغربي برغم كل هذا التقدم العلمي عندهم أيضًا بعض هذه الأفكار بتظهر. أيضًا عند إسرائيل في الفكر التوراتي بتظهر، لكن ده بيتوازى مع تقدم علمي وتقني وإلى آخره، بينما هنا منتظر شجر الغرقد اللي هيتكلم ويقول له مم. ورايا عدو أو اه. يهودي فتعالَ اقتله. هنا بقى حالة الاختلاف. مم. فبالتالي هنلاقي انتشارها هنا أكتر بكتير عند العقل الشرقي، لأنه أولًا عقل مُنتج للميتافيزيقا، عقل مُنتج للماورائيات، عقل باحث، عقل رافض للتجريد وباحث عن لحظة يقين. لحظة اليقين الحقيقية بيجدها لمّا حد بيشكّلها له ويركّبها له في صورة شيء مقنع رقميًا أو مُبرر شكليًا، أو كسوف أو خسوف أو أي ظاهرة مم. كونية تستعصي على فهمه، هو بيردّها إلى اقتراب لحظة النهاية. مم. فبالتالي هي حالة نفسية. وفي لحظة يعني محور تاني بقى اللي هو الاستحقاق. هو في قرارة نفسه رغم كل ما يعانيه من هزيمة، هو يستحق يستحق هذا هذا الأصل. الانتصار. اه. وهذا الانتصار لن يحدث إلا باقتراب النهاية. مم. واقتراب النهاية مثلًا في العقل العربي أنك انتصار اليهود في 48 ووجودهم في فلسطين هي إرادة إلهية ليتجمع اليهود، ليعود المسيح، لينتصر المسلمين في النهاية. فبعض الناس كانت بتنادي إن إحنا حتى ما نقاومش الهجرة اليهودية لفلسطين في الفترة من 20 ل48، إحنا ما نقاومش لأن هي إرادة إلهية لعودة المسيح والانتظار. وما بين الهزيمة والاستحقاق في عقل جاهل، مم. وفي عقل غير قادر على فهم حركة التاريخ، عقل سقط أصلًا من حركة التاريخ، مم. ويعني ما فيش أمل للأسف في إن هو يستعيد مرة أخرى القدرة يعني على يستاهل إدراكها. النهاية. بالضبط كده، يستاهل ويستحقها. يعني هو النهاية. يستحقها في الحقيقة. اه. للأسف هو شيء حزين ومؤسف يعني. انما انت بقى وانا بسأل السؤال الاخير للاستاذ الفلسفه الدينيه دكتور سامح اسماعيل، هل تؤمن بالمهدي المنتظر؟ هل تؤمن بالمسيح المنتظر؟ هل تملك نبوءه لنهايه العالم منطقيه لديك؟ بشكل شخصي كل هذه التمثلات الميثولوجية والثقافية تنتمي إلى حقل الميثولوجيا وحقل التاريخ وحقل الفكر الشعبوي الذي يدرس ويفهم جيدا، وتفهم أيضا حركته ودوره وأهميته لبعض الناس أكيد. مم. يعني ممكن أن أتصالح مع الفكرة، ممكن أن أتفهم الفكرة، لكن أن أؤمن بفكرة مم. في عصر ارتياد الفضاء والتكنولوجيا الفائقة وهذه التقنيات المذهلة أن يعود رجل على حصان مجنح ليقود العالم مرة أخرى، وكأنك يعني تستقيل عقليا بهذا الخضر اللذيذ. هو خضر لذيذ، مم. لكنه خضر لذيذ يليق بالعقل المنهزم ولا يليق بالعقل الحديث. اشكرك جدا دكتور شكرا. سامح اسماعيل، اشكرك للغايه. يطرح الحوار المذاع
مقاربة تسوي بين توظيفات دينية سياسية مختلفة جوهريا تحت عنوان جامع هو استدعاء النص المقدس لخدمة السياسة. وهذه المساواة رغم جاذبيتها الفكرية وقدرتها على الإدهاش تنطوي على مغالطة منهجية خطيرة تستحق التفكيك. فحين يوضع خطاب سياسي عن العماليق في مواجهة صاروخ إيراني أو تصريح دبلوماسي في نفس الكفة مع خطاب تنظيم مسلح يذبح ويسبي ويدمر مدنا بأكملها باسم مرج دابق، فإننا لسنا أمام تحليل موضوعي متوازن بقدر ما نحن أمام تسطيح متعمد للفروق الجوهرية بين الخطاب والفعل، وبين الاستعارة الرمزية والتطبيق الحرفي الدموي. هذا النمط من التسوية عبر التجريد يفرغ كل ظاهرة من سياقها التاريخي والسياسي الخاص، ليصبح كل شيء نسخة من كل شيء، وكل فاعل مجرد امتداد لنمط عام اسمه توظيف الدين، متجاهلا أن التوظيف نفسه يختلف جذريا في نتائجه الإنسانية والسياسية. أخطر ما في هذا الطرح هو محاولته تفسير الصراع العربي الإسرائيلي بكل تعقيداته الجيوسياسية والاستعمارية والقانونية الدولية عبر مفتاح واحد هو النبوءة الدينية المتراكمة تاريخيا، وكأن قيام إسرائيل ليس نتاج مشروع استعماري استيطاني مدعوم بقرارات دولية وموازين قوى عسكرية واقتصادية، بل حصيلة سردية دينية تطورت عبر آلاف السنين من السبي البابلي حتى جابوتينسكي. هذا الاختزال وإن بدا علميا أو أنثروبولوجيا في ظاهره يخدم في جوهره تفريغ الصراع من بعده السياسي والقانوني والإنساني المباشر، ويحوله إلى مادة للتأمل الفلسفي المجرد بدل مساءلة سياسات احتلال وحصار وقتل جارية الآن أمام أعيننا بمعزل عن أي نبوءة توراتية قديمة. كذلك فإن ربط خطاب سياسي معاصر بمصطلح توراتي واحد يقتطع من سياقه الديني الأوسع ثم البناء عليه استنتاجات ضخمة عن استحضار إبادة أريحة هو أسلوب تفسيري انتقائي شديد الخطورة، لأنه يتعامل مع اللغة السياسية وكأنها نص لاهوتي حرفي، متجاهلا أن الخطاب السياسي أي خطاب سياسي في أي زمان ومكان يستدعي رموزا ثقافية ودينية لأغراض تعبوية، دون أن يعني ذلك بالضرورة تبني المتحدث لكامل المنظومة اللاهوتية التي ينتمي إليها الرمز. لو طبقنا هذا المنهج نفسه على أي خطيب سياسي عربي يستخدم عبارة يومك يوم أحد أو يستحضر معركة بدر، فهل سنستنتج أنه يخطط فعليا لإعادة تمثيل تفاصيل تلك المعركة حرفيا؟ الانتقائية هنا واضحة. الاستدعاء الديني عند طرف يقرأ كدليل نية إجرامية مضمرة، بينما الاستدعاء نفسه عند طرف آخر يقرأ كمجرد شغف ثقافي بنهاية العالم. أما تصوير الفكرة الدينية لنهاية العالم بوصفها فكرة انتقامية حصرا مجردة من أي بعد أخلاقي أو رجائي أو عدلي حقيقي، فهو اختزال يفتقر إلى الدقة الفينومينولوجية. فالأديان التي تحمل تصورات عن اليوم الآخر لم تكن أبدا مجرد آليات تفريغ نفسي لمشاعر الغضب والهزيمة، بل حملت في جوهرها عبر تاريخ طويل من الفلسفة الدينية واللاهوت المقارن مفاهيم عن العدالة الكونية والمسؤولية الأخلاقية والمصير الإنساني، وقد كتب فيها مفكرون ولاهوتيون من كل الملل نصوصا عميقة تتجاوز بأشواط اختزالها في غريزة انتقام بدائية. تحويل هذا الإرث الفكري الهائل إلى مجرد ميكانيزم نفسي دفاعي هو تسطيح لا يقل خطورة عن التسطيحات الأيديولوجية التي يزعم الطرح أنه يفضحها. ثم إن هناك مفارقة لافتة في الطرح ذاته، فهو يبدأ من موقع الحياد التحليلي المفترض الذي يقف فوق كل الأطراف ويحلل الجميع بمسافة واحدة، لكنه سرعان ما ينزلق عبر اختيار الأمثلة وتوزيع الوقت والتفصيل بين حالة وأخرى إلى نبرة نقدية أكثر حدة تجاه طرف بعينه، بينما يمر على توظيفات دينية سياسية أخرى إسلامية وغير إسلامية بقدر أقل من التفكيك والمساءلة. الحياد الحقيقي يقتضي إما تفكيك كل الحالات بنفس العمق والصرامة النقدية، أو الإقرار صراحة بأن المقاربة تنطلق من موقف سياسي معين وتلبسه لبوس التحليل الأكاديمي المحايد. وأخيرا فإن اختزال تأسيس دولة عبر مسار تاريخي طويل ومعقد شارك فيه فاعلون سياسيون وعسكريون ودبلوماسيون من قوى دولية متعددة في حكاية نبوءة دينية استعجلها بعض المتحمسين يتجاهل عمدا أو جهلا الدور المركزي لعوامل مادية بحتة، مصالح استعمارية بريطانية وفرنسية، حسابات القوى الكبرى بعد الحربين العالميتين، الهجرة المدفوعة باضطهاد فعلي وليس فقط بنبوءة،
وقرارات أممية ملموسة. حين تختزل كل هذه العوامل المادية والسياسية الصلبة في سردية دينية متراكمة، يصبح التفسير أقرب إلى حكاية أدبية جذابة للاستماع منه إلى تحليل تاريخي دقيق يفي بتعقيد الواقع الذي يحاول تفسيره. يقوم الطرح على افتراض مركزي فحواه أن غياب التفصيل الكامل لفكرة المهدي المنتظر أو المسيح الدجال في النص القرآني مقابل وجود إشارات متفرقة فقط، يعني أن هذه المفاهيم بأكملها اختلاق أو صياغة بشرية لاحقة لا صلة حقيقية لها بجوهر النص الديني. هذا استنتاج متسرع منهجيا جمع هذين المفهومين المختلفين تحت مظلة واحدة اسمها الشر المطلق اللازم لظهور المخلص. هو تسطيح يمحو الفروق اللاهوتية الدقيقة بين النصوص، ويحول التحليل المقارن للأديان إلى مطابقة قسرية بين مفاهيم لا تتطابق فعليا إلا في الشكل العام لا في المضمون والوظيفة. أما الزعم بأن فكرة الخلاص الأخروي هي في جوهرها حزينة لأنها ولدت من رحم الهزيمة التاريخية، فهذا تفسير اجتماعي سياقي واحد من بين تفسيرات عديدة ممكنة، لكنه يقدم وكأنه الحقيقة الوحيدة والنهائية، متجاهلا أن هناك تفسيرات لاهوتية وفلسفية أخرى ترى في فكرة اليوم الآخر تعبيرا عن حاجة إنسانية كونية للمعنى والعدالة المطلقة، لا ترتبط بالضرورة بلحظة هزيمة تاريخية محددة، بل توجد أيضا في لحظات القوة والازدهار الحضاري. تفسير كل عقيدة أخروية بردها حصرا إلى صدمة الهزيمة هو تبسيط اختزالي يفرض قالبا نفسيا اجتماعيا واحدا على ظاهرة دينية وفلسفية متعددة الأبعاد والجذور، ويتجاهل الأدبيات اللاهوتية الواسعة التي تناقش هذه الأفكار من زوايا معرفية وأخلاقية بعيدة كل البعد عن منطق رد الفعل على الهزيمة. ثم إن وصف الفكرة الأخروية بكاملها بأنها فكرة انتقامية إذا جردت من مفاهيمها الفرعية هو استدلال دائري مريب، لأنه يفترض مسبقا وجود جوهر انتقامي كامن، ثم يبرر هذا الافتراض بتجريد الفكرة من كل ما يناقضه، أي من كل أبعادها الأخلاقية والعدلية والرجائية التي تصنف تعسفا بأنها مجرد مفاهيم فرعية قابلة للإزالة. هذا النوع من التحليل يشبه من يقول إن الطعام في جوهره سم إذا جردناه من كل عناصره الغذائية المفيدة، فالحكم هنا نتاج منهج الاستبعاد المسبق لا نتاج تحليل موضوعي للظاهرة كما هي بكل تعقيدها. ويلاحظ أيضا أن الطرح يسوي بين نبوءات ثلاث ديانات كبرى، اليهودية والمسيحية والإسلام، وكأنها نسخة واحدة متكررة بتفاصيل مختلفة فقط، متجاهلا فروقا عقدية جوهرية بين تصور كل دين لطبيعة المخلص ودوره ومصيره النهائي، وهي فروق لا يمكن اختزالها في نفس البنية السردية دون فقدان جوهر التمايز اللاهوتي بين هذه العقائد. المقارنة بين الأديان أداة معرفية مشروعة ومفيدة، لكنها تفقد قيمتها العلمية حين تتحول إلى تسوية قسرية تمحو الفروق لصالح خلاصة عامة جذابة للسمع، لكنها غير دقيقة علميا. يقوم السرد المطروح على مغالطة تاريخية أساسية حين يقدم جابوتينسكي وكأنه مؤسس الهجنة، بينما الثابت تاريخيا أن الهجنة تأسست عام 1920 على يد قيادات من التيار العمالي الصهيوني وليس على يد جابوتينسكي الذي كان في الحقيقة خصما أيديولوجيا لهذا التيار، وأسس لاحقا تنظيمه العسكري الخاص الإرغون كرد فعل على ما اعتبره تهاون الهجنة. بل إن جابوتينسكي كان من أبرز منتقدي ضبط النفس الذي انتهجته الهجنة في مراحل معينة. هذا الخلط بين تنظيمين متنافسين أيديولوجيا وتنظيميا ووضعهما في سياق واحد وكأنهما امتداد لمشروع واحد بقيادة رجل واحد يقوض المصداقية العلمية لكامل السردية التاريخية المطروحة، لأنه يبني تسلسلا سببيا من جابوتينسكي إلى فندق الملك داود، بينما فندق الملك داود فجرته منظمة الإرغون بقيادة مناحيم بيغن الذي كان فعلا وريث فكر جابوتينسكي لا الهجنة التي تبرأت رسميا من العملية وأدانتها. كذلك فإن تصوير المشروع الصهيوني بأكمله باعتباره امتدادا لفكرة دينية لاهوتية عن إيقاظ المسيح عبر عسكرة اليهودي يتجاهل حقيقة جوهرية، وهي أن غالبية القيادات المؤسسة للحركة الصهيونية من هرتسل إلى بن غوريون كانت علمانية بامتياز، بل معادية صراحة للمؤسسة الدينية الأرثوذكسية التقليدية التي رفضت هي نفسها الصهيونية في مراحلها الأولى.
باعتبارها تجديفا يستبق التدخل الإلهي. اختزال مشروع سياسي علماني قومي متأثر بالحركات القومية الأوروبية في القرن ال19 وبالأدبيات الاستعمارية آنذاك في إطار استعجال ظهور المسيح، هو قلب لحقيقة الصراع الداخلي اليهودي بين التيار الصهيوني العلماني والتيار الديني الأرثوذكسي المعادي له تاريخيا، إذ إن هذا الأخير لم ينخرط فعليا وبكثافة في المشروع الصهيوني إلا بعد 1967 مع صعود تيارات دينية قومية جديدة، أي بعد عقود من التأسيس الفعلي للدولة. أما الزعم بأن اليسار الصهيوني العلماني وظف بذكاء وحسابات باردة جماعات دينية متطرفة مثل شتيرن والإرجون رغم عدم إيمانه بنبوءاتها، فهذا تبسيط يتجاهل أن العلاقة بين هذه التيارات كانت في الغالب علاقة صراع وتنافس دموي حقيقي، فقد اغتالت الهجنة وقادت التيار الرسمي عناصر من عصابة شتيرن ولاحقتها فيما عرف بفترة الصيد الشهيرة، ولم تكن العلاقة تنسيقا استراتيجيا هادئا بقدر ما كانت صراعا على السلطة والشرعية داخل الحركة الصهيونية نفسها. تصوير هذا الصراع الحقيقي وكأنه تدبير محكم بين طرف عقلاني يستخدم طرفا مجنونا دينيا كأداة تنفيذية، يفرض قالبا تآمريا مبسطا على علاقة معقدة شهدت خلافات دموية حقيقية وليس فقط تقسيم. تحويل نصوص الوحي وقصص التاريخ الديني إلى مجرد انعكاسات نفسية للهزيمة هو منهج تبسيطي يختزل ظاهرة معقدة في معادلة واحدة لا تحتمل كل هذا التنوع. حين يقال إن نبوءة عودة المسيح أو فكرة المهدي المنتظر أو حتى ملامح المسيح الدجال ما هي إلا نتاج شعوب مهزومة تبحث عن عزاء أسطوري، فإن هذا الطرح يتجاهل عمدا أن هذه العقائد موجودة في نصوص مقدسة سابقة زمنيا على كثير من الأحداث التي يراد ربطها بها. فالحديث النبوي عن علامات الساعة وعن المسيح الدجال ورد في مصادر مبكرة قبل معركة الحرة بعقود وقبل نشأة الخلاف السني الشيعي بشكله الناضج، ما يجعل القول بأن ضرب الكعبة هو ما ولد فكرة الدجال قفزا منهجيا غير مسنود وتزييفا للتسلسل الزمني لخدمة نظرية جاهزة سلفا. كذلك فإن المماثلة الكاملة بين تجربة اليهودية ونشأة فكرة الخلاص عندها وبين نشأة الإسلام ونصوصه الغيبية مماثلة تتجاهل فارقا جوهريا. الإسلام دين له نص مركزي واحد هو القرآن، نزل خلال 23 عاما وحفظ توثيقا يفوق أي نص ديني آخر من حيث السند والتدوين المبكر، وليس مجموعة مرويات شفهية تراكمت عبر قرون كما حدث في تشكل الأسفار اليهودية أو الأناجيل التي تباعد تدوينها عن أحداثها عقودا طويلة. مساواة هذا بذاك تسوية بين ما لا يستوي وتعميم منهج نقدي صالح لسياق معين على سياق مختلف تماما من حيث آليات النقل والتوثيق. أما المزاعم المتعلقة بأن خلافة أبي بكر وعمر كانت مرحلة انتقالية معدة سلفا لصالح بني أمية، وأن مصاهرة النبي لأبي سفيان كانت تمهيدا سياسيا لهذا المسار، فهذا تفسير تآمري يقرأ التاريخ بعين ما بعدية، أي أنه يأخذ نتيجة معروفة وصول بني أمية للحكم لاحقا ثم يعيد ترتيب الأحداث السابقة بأثر رجعي لتبدو وكأنها كانت تسير نحو هذه الغاية عمدا. هذا أسلوب شائع في السرديات المؤامراتية، انتقاء الوقائع التي تخدم الفرضية وتجاهل ما يناقضها، مثل معارضة عمر بن الخطاب الشديدة لبني أمية طوال خلافته وعزله لكثير من الولاة الأمويين وسياسته الصارمة التي لم تكن أبدا في صالح تمكين هذه الأسرة. فالقول بأن 10 سنوات من حكم عمر بكل ما فيها من ضبط إداري ومحاسبة صارمة حتى لأقرب المقربين كانت مجرد تمهيد لصعود بني أمية تجاهل فجل سياسات عمر الفعلية تجاه هذه الأسرة تحديدا، كما أن اختزال نشأة التشيع في مظلومية تاريخية فقط دون التطرق إلى الأبعاد السياسية والاجتماعية المعقدة التي رافقت هذا الانقسام، ودون الإشارة إلى أن كثيرا من العقائد الغيبية الشيعية المتأخرة كفكرة الغيبة الكبرى للمهدي المنتظر تبلورت فعليا بعد قرون من كربلاء وليس كنتيجة مباشرة لها، يفارغ الحدث التاريخي من سياقه الفعلي ليحمل بدلالات أيديولوجية لاحقة لم تكن حاضرة وقت وقوعه. المسافة الزمنية الفاصلة بين استشهاد الحسين وتبلور عقيدة الغيبة تمتد لأكثر من قرنين، وهي فجوة كافية لتفنيد فكرة أن الحدث ولد
العقيدة مباشرة بالطريقة الميكانيكية التي يصور بها. المنهج الأخطر في هذا الطرح هو معاملة النصوص الدينية والعقائد الغيبية بوصفها بالكامل نتاجا بشريا اجتماعيا خالصا، بمعزل تام عن أي بعد إيماني أو نصي. وهذا افتراض فلسفي مسبق، أن لا وحي ولا غيب يفرض على المادة التاريخية قبل تحليلها، لا نتيجة يستخلصها التحليل بنزاهة. من يبدأ بافتراض أن كل نبوءة هي اختراع بشري بالضرورة سيجد بالضرورة تفسيرا اجتماعيا لكل نص، ليس لأن الدليل يقوده لهذه النتيجة، بل لأن منهجه استبعد سلفا أي احتمال آخر. هذا ليس تحليلا تاريخيا محايدا بقدر ما هو موقف عقدي مقنع بلغة أكاديمية، يستحق أن يعامل كطرح فكري قابل للنقاش، لا كحقيقة علمية مسلم بها. فكرة أن الإنسان يخترع عدوا مطلقا كلما هزم مقولة تبدو ذكية في ظاهرها، لكنها حين تطبق كقالب واحد على كل الأديان والحضارات تتحول إلى أداة اختزال تسوي بين ظواهر مختلفة جوهريا لمجرد وجود تشابه سطحي في البنية السردية. صحيح أن علماء الأديان المقارن لاحظوا وجود أنماط متكررة في قصص الخلاص عبر الثقافات، لكن وجود نمط عام لا يعني بالضرورة أن كل تفصيل ديني هو مجرد نسخة معدلة من هذا النمط. فالمنهج المقارن حين يتحول إلى أداة لنفي الخصوصية والاستقلالية عن كل نص ديني يتجاوز حدود العلم إلى موقف أيديولوجي مسبق يرفض أي تفسير غير الاختزال الاجتماعي النفسي. الربط بين هزيمة الأنصار السياسية بعد وفاة النبي وبين نشوء روايات مثل قصة ابن صياد، إسقاط سردي يفترض علاقة سببية مباشرة بين حدثين قد لا تكون بينهما إلا مصادفة زمنية. فروايات ابن صياد موجودة في مصادر حديثية تعنى بتوثيق أحداث معينة شهدها الصحابة مباشرة، وليست بالضرورة إفرازا جماعيا لحالة نفسية جمعية عقب هزيمة سياسية معينة. تحويل كل رواية حديثية إلى عرض نفسي جماعي لأزمة سياسية هو تفسير يفتقر إلى أي إسناد منهجي حقيقي، ويعتمد فقط على التزامن الزمني التقريبي، وهو معيار. فالعقائد الإسلامية المتعلقة بالمهدي والدجال وردت في متون حديثية موثقة بأسانيد يمكن دراستها وتحليلها وفق علم الجرح والتعديل، وهو منهج نقدي داخلي صارم لا وجود لمثيل حقيقي له في تشكل النصوص المسيحية المبكرة التي ظلت شفهية لعقود قبل تدوينها. تسوية هذين المسارين المختلفين تماما من حيث آلية النقل والتوثيق ومعاملتهما كظاهرة واحدة، تعميم يتجاهل فروقا منهجية جوهرية بين تراثين مختلفين تمام الاختلاف في طريقة حفظ النصوص ونقدها. الأخطر في هذا التحليل هو غياب أي مساحة لاحتمال وجود بعد غيبي حقيقي في هذه النصوص، إذ يعامل كل نص تنبؤي بوصفه بالضرورة نتاجا بشريا لحظة أزمة. وهذا افتراض فلسفي مسبق لا نتيجة بحثية محايدة. من يدخل إلى النصوص وهو مسلم مسبقا باستحالة الوحي سيجد بالضرورة أن كل نبوءة هي انعكاس نفسي جماعي، ليس لأن الأدلة تقود لهذه النتيجة تحديدا، بل لأن كل التفسيرات الأخرى استبعدت من البداية بحكم. تطرح في هذا الطرح مجموعة من الأحكام التاريخية والعقدية التي تستحق وقفة نقدية جادة. فالتناول يقوم على مقاربة اختزالية شديدة الخطورة تحاول تفسير ظاهرة دينية وعقدية معقدة امتدت عبر قرون بردها بالكامل إلى دوافع سياسية بحتة، وكأن التدين والإيمان بالغيبيات لا يعد كونه أداة توظيف سلطوي خالصة. وهذا تبسيط مخل يتجاهل الأبعاد الروحية والوجدانية والفلسفية العميقة التي شكلت هذه الأفكار عبر تفاعل معقد بين النص والتاريخ والحاجة الإنسانية للمعنى. فالاختزال في معادلة هزيمة نفسية زائد توظيف سياسي يساوي عقيدة هو تبسيط لا يليق بجدية الظاهرة الدينية ولا بتعقيد نشأتها. كذلك فإن القفز من واقعة مقتل عمار بن ياسر في صفين إلى استنتاج نشوء مصطلحي الفئة الباغية والفئة الناجية كأساس مباشر لكامل العقيدة الشيعية بشأن الإمامة والمهدي المنتظر هو قفز منهجي متسرع يتجاهل عقودا وقرونا من التطور العقدي والفقهي والكلامي الذي مر به الفكر الشيعي عبر مدارس متعددة كالزيدية والإسماعيلية والاثني عشرية، ولكل منها مسار مختلف في فهم الإمامة والغيبة. فاختزال هذا التنوع الهائل في خط تاريخي واحد مستقيم يبدأ من صفين وينتهي عند الخميني هو تسطيح لتاريخ فكري ثري ومتشعب.
ويخفي حقيقة أن هذه المدارس اختلفت فيما بينها اختلافا جوهريا حول عدد الأئمة وشرعيتهم، وحتى حول مسألة الغيبة نفسها. أما وصف علي بن أبي طالب بأنه لم يكن يصلح أبدا لمنصب الخلافة، وأنه كان ضعيفا سياسيا مقارنة بالأمويين الذين لعبوا سياسة بامتياز، فهو حكم قيمي فضفاض يقوم على معيار نفعي بحت يقيس النجاح السياسي بمعزل عن أي بعد أخلاقي، وكأن البراغماتية المطلقة والاستعداد لاستخدام أي وسيلة لتثبيت الحكم هو المعيار الأوحد للنجاح. بينما يمكن قراءة موقف علي من زاوية مختلفة تماما باعتباره التزاما مبدئيا برفض المساومة على القيم حتى لو كلفه ذلك الخسارة السياسية، وهذا ليس بالضرورة ضعفا بقدر ما هو اختيار مختلف لمفهوم الحكم ومقتضياته، والحكم عليه بمعزل عن هذا البعد القيمي هو حكم أحادي الجانب. ثم إن ربط خروج الحسين إلى كربلاء بمقولة إنه أراد صناعة دلالة رمزية وتشبيهه المباشر بدور المسيح في اللاهوت المسيحي هو إسقاط لاهوتي مقارن يحمل مخاطر منهجية حقيقية. فالمقارنة بين شخصيتين تاريخيتين من سياقين دينيين مختلفين تماما بحاجة إلى ضوابط منهجية صارمة تراعي خصوصية كل سياق، ولا يجوز نقل مفهوم الفداء الخلاصي من اللاهوت المسيحي وإسقاطه على واقعة كربلاء دون تحفظ، لأن هذا الإسقاط يفرض على النص التاريخي بنية تفسيرية مستوردة قد لا تعبر عن فهم الفاعلين التاريخيين أنفسهم لحظة وقوع الحدث، بل عن قراءة لاحقة تشكلت عبر قرون من التراكم العقدي والطقسي والشعائري. ومن الملاحظ أيضا أن الطرح يتعامل مع العقل الشيعي والعقل السني ككتلتين متجانستين ثابتتين عبر التاريخ، بينما الواقع أن كلا التيارين شهد اختلافات داخلية هائلة حول هذه القضايا بالذات. فكثير من العلماء والمفكرين داخل المدرسة الشيعية أنفسهم انتقدوا أو أعادوا تأويل فكرة الغيبة والمهدي المنتظر بشكل عقلاني بعيدا عن الحرفية الشعبية تماما، كما أن كثيرا من العلماء السنة تعاملوا مع أحاديث الملاحم وعلامات الساعة بحذر شديد وتشكيك في صحة أسانيدها، فتجاهل هذا التنوع الداخلي في كلا المعسكرين يعطي صورة مغلوطة، وكأن كل من ينتمي لهذا التيار أو ذاك يؤمن بالضرورة بهذه التفاصيل بحذافيرها. كذلك فإن الحديث عن توظيف الدين لخدمة السياسة طوال الوقت يفترض ضمنيا أن كل من آمن بهذه الأفكار عبر التاريخ كان إما موظفا واعيا يستغل سذاجة العامة أو ضحية مخدوعة، وهذا تصور نخبوي يحرم الإنسان العادي من أي قدرة على التفكير النقدي أو الإيمان الحقيقي الصادق، بينما التاريخ يشهد على وجود علماء ومفكرين عظماء آمنوا بهذه العقائد عن قناعة فكرية وروحية عميقة بعيدا عن أي حسابات سلطوية، ووضعهم جميعا في خانة أدوات التوظيف السياسي هو إجحاف في حقهم وتسطيح لتجربتهم الإيمانية. وأخيرا فإن الاستنتاج الضمني الذي يسري في هذا الطرح والقائل بأن كل هذه العقائد ليست سوى بنى نفسية واجتماعية أنتجها الانكسار والهزيمة دون أي أساس نصي أو عقدي حقيقي، هو استنتاج يتجاوز حدود التحليل التاريخي والاجتماعي إلى إصدار حكم عقدي بامتياز، وهذا يخرج عن دور المؤرخ أو المحلل الاجتماعي إلى موقع الحاكم على صحة أو بطلان معتقدات ملايين البشر عبر قرون، وهو أمر يستدعي قدرا أكبر من التواضع المنهجي والتمييز الواضح بين تحليل السياق التاريخي لنشوء الفكرة وبين الحكم على صحتها أو زيفها، فهذان أمران مختلفان تماما ولا يجوز الخلط بينهما تحت غطاء التحليل التاريخي. يقوم هذا الطرح على مقارنة تبسيطية بين موقفين عقديين مختلفين تماما، فيصف قبول فكرة عودة المسيح في الفكر السني وفكرة المهد، فهناك مساحة واسعة تعرف بالسنة والتفسير والاجتهاد الفقهي والكلامي الذي يبني على الإشارات القرآنية العامة كآية رفع عيسى، ويطورها عبر الأحاديث النبوية المروية بأسانيد معتبرة عند طوائف واسعة من العلماء، وتعامل هذه المنظومة كأنها مجرد اجتهاد وتأليف حر لا سند له يتجاهل تماما الجهد العلمي الكبير الذي بذله المحدثون والفقهاء عبر قرون في التثبت من الروايات وتصنيفها وتمحيصها سندا ومتنا، وهذا الجهد لا يختزل بعبارة عابرة تصفه بأنه محض استعارة من التراث التوراتي دون تفصيل أو دقة في تتبع أوجه الاختلاف الجوهرية بين التصور القرآني لعيسى
والتصور التوراتي أو الإنجيلي له. أما الحديث عن أن التصور الإسلامي لعودة المسيح مسلما هو تعبير عن رغبة استحواذية، فهذا يخلط بين مسألتين مختلفتين تماما. الأولى هي مسألة عقدية تتعلق بموقع عيسى في المنظومة الإسلامية كنبي من أنبياء الله يقر برسالة محمد في آخر الزمان، تماما كما يفترض من أي نبي سابق أن يقر بخاتم الأنبياء وفق العقيدة الإسلامية نفسها. فهذا امتداد منطقي داخلي لعقيدة ختم النبوة، وليس اختراعا طارئا لأغراض تنافسية. والثانية هي مسألة نفسية اجتماعية تتعلق بدوافع الجماعات البشرية، وخلط هاتين المسألتين معا يفقد التحليل دقته، إذ يحمل النص العقدي تفسيرا نفسيا خارجيا بدل أن يفهم أولا في سياقه الداخلي المنطقي قبل الانتقال لأي تفسير اجتماعي إضافي. ثم إن مقارنة موقف استحواذ السنة على فكرة المهدي الشيعي بحجة النسب من فاطمة وتصويرها كأنها لعبة تنافسية على الأفكار يتجاهل حقيقة أن مفهوم المهدي عند كثير من علماء أهل السنة له جذور مستقلة نسبيا عن التصور الشيعي المتكامل حول الأئمة الاثني عشر. والغيبة الكبرى، فالروايات السنية عن المهدي تتحدث عن شخصية مصلحة تظهر آخر الزمان دون أن تحمل بالضرورة كامل المنظومة العقدية الشيعية حول الإمامة المعصومة، والغيبة الممتدة قرونا. وبالتالي فإن الحديث عن تأثر واستحواذ يفترض تطابقا في المضمون لا وجود له فعليا، بينما الأدق تاريخيا الحديث عن تفاعل وتقاطع بين تراثين مختلفين لكل منهما جذوره الخاصة وليس نسخا أحاديا في اتجاه واحد. وأخيرا فإن المنهج العام في هذا الطرح يقوم على افتراض مسبق مفاده أن أي عقيدة غيبية تتقاطع مع حاجة نفسية جماعية إلى الأمل أو الانتصار تصبح تلقائيا مشكوكا في صحتها أو مجرد نتاج للرغبة. يقوم هذا الطرح على مصطلح المسكوت عنه ليصف تعامل التراث الإسلامي مع أحداث الفتنة والاقتتال بين الصحابة، وهذا وصف غير دقيق تاريخيا وببليوغرافيا. فوقائع صفين والجمل ومقتل عثمان وواقعة الحرة وثورة عبد الله بن الزبير وسياسات الحجاج بن يوسف الثقفي موثقة بتفصيل واسع في أمهات المصادر التاريخية الإسلامية نفسها، من تاريخ الطبري إلى الكامل لابن الأثير إلى البداية والنهاية لابن كثير. وهذه المصادر لم تكتب خارج المنظومة الإسلامية، بل كتبها علماء مسلمون كبار سجلوا هذه الأحداث بتفاصيلها الدموية دون تجميل يذكر. بل إن الطبري وحده خصص مئات الصفحات لتفاصيل هذه الحروب بما فيها الخلافات والمبررات المتضاربة لكل طرف، فوصف هذا الكم الهائل من التوثيق بأنه مسكوت عنه يتجاهل تماما واقع الإنتاج التاريخي الإسلامي المبكر. والأدق أن يقال إن هذه الوقائع موثقة ومعروفة لكنها لم تدخل في متن العقيدة الشعبية المبسطة، وهذا فرق جوهري بين السكوت وعدم الشيوع الشعبي. كذلك فإن ربط عدم إبراز هذه الأحداث في الخطاب الديني الشعبوي بعقيدة عدالة الصحابة يحتاج إلى تفكيك أدق. فعدالة الصحابة عند جمهور علماء الحديث ليست عصمة مطلقة من الخطأ أو الذنب، بل هي مفهوم إجرائي متعلق أساسا بمنهجية قبول الرواية الحديثية، أي الثقة في نقلهم للحديث النبوي وعدم اتهامهم بالكذب المتعمد فيما نقلوه من السنة. وهذا لا يعني إطلاقا أن هذا الجيل معصوم من الخطأ السياسي أو حتى الذنب الأخلاقي. وعلماء الإسلام الكبار أنفسهم ناقشوا أخطاء بعض الصحابة في هذه الحروب، وتباينت مواقفهم بين من رجح صواب طرف على آخر ومن توقف عن الترجيح تماما. وهذا يعني أن هناك تعددية حقيقية في التعامل مع هذه الوقائع داخل التراث نفسه، وليست حالة إجماع صامت كما يصور. أما وصف علي بن أبي طالب بالضعف السياسي فهذا حكم ينزع البعد الأخلاقي عن مفهوم النجاح، ويقيس القيادة بمعيار البراغماتية المطلقة وحدها، متجاهلا أن مواقف علي في رفض الغش والخديعة حتى في مواجهة خصم يستخدمها كواقعة رفع المصاحف في صفين كانت نابعة من التزام مبدئي واع بمقتضيات الحكم العادل كما فهمه هو، لا من عجز أو سذاجة سياسية. وقياس نجاح الحاكم بمعيار من استمر في الحكم أطول لا بمعيار من التزم بقيمه هو اختيار منهجي متحيز مسبقا لصالح نموذج معين من القيادة. ويمكن بالمثل أن يقال إن استمرار حكم لا يعني بالضرورة نجاحه أو عدالته، فقد استمرت أنظمة استبدادية كثيرة عبر التاريخ لعقود طويلة
بل هي مزيج معقد من الاجتهادات السياسية المختلفة والمصالح والقناعات المتضاربة حول الشكل الصحيح للحكم بعد غياب النص القاطع في كثير من التفاصيل التنظيمية للدولة. واختزال هذا التعقيد كله في عبارة صراع على ملك زائل هو تسطيح لظاهرة تاريخية شديدة التركيب تستحق تحليلا أكثر دقة وتوازنا من مجرد إدانة أخلاقية عامة. يقوم هذا الطرح على تصنيف كل من يؤمن بعقائد المهدي المنتظر أو عودة المسيح أو علامات الساعة تحت مسمى العقل المهزوم. وهذا تصنيف إشكالي من الناحية المنهجية، لأنه يحول مسألة عقدية إيمانية إلى تشخيص نفسي جماعي يطلق بالجملة على ملايين البشر عبر قرون وعبر ثقافات متعددة دون تمييز، متجاهلا أن الإيمان بالغيب وبأحداث آخر الزمان هو جزء أصيل من العقيدة الإسلامية نفسها، كما وردت في نصوص القرآن والسنة المتفق على صحتها عند غالبية علماء المسلمين. فمن يؤمن بالبعث والحساب والجنة والنار يؤمن بالضرورة بفكرة نهاية للعالم المادي كما نعرفه، وهذا ليس نتاج هزيمة نفسية طارئة، بل هو ركن عقدي أصيل موجود منذ بدايات الدعوة الإسلامية في مكة قبل أي هزيمة سياسية أو حرب أهلية لاحقة. وبالتالي فإن ربط أصل الإيمان بالغيب بلحظة انكسار تاريخية متأخرة يقلب التسلسل الزمني والمنطقي للنصوص نفسها. كذلك فإن استخدام تشبيه كهف أفلاطون لوصف من يؤمن بهذه الأفكار بأنه أسير الظلال يظن أنها الحقيقة الكاملة هو استعارة فلسفية تحمل حكم قيمة مسبقا قبل أي تحليل، إذ تفترض ضمنا أن موقف المتحدث نفسه هو الموقع خارج الكهف والرأي للحقيقة الكاملة، بينما موقف من يؤمن بالغيبيات هو المحبوس في الظل. وهذا افتراض فوقي يضع المحلل في موقع متعال يملك الحقيقة المطلقة، ويتجاهل أن الإيمان بالغيب ليس بالضرورة عجزا عن إدراك الواقع المادي، بل هو موقف فلسفي ولاهوتي متكامل يرى أن الواقع المادي المحسوس ليس هو كل الحقيقة. وهذا موقف فلسفي له تاريخه العريق في كل الأديان والفلسفات المثالية، وليس حكرا على المهزومين فقط. أما الربط الحتمي بين التقدم العلمي والتقني وبين التخلي عن الإيمان بالغيبيات وتصوير الأمر وكأن الغرب المتقدم علميا تجاوز هذه الأفكار، بينما الشرق لا يزال حبيس عقل بدائي منتج للميتافيزيقا، فهذا تعميم يصطدم مباشرة بالواقع الإحصائي والاجتماعي. فالولايات المتحدة الأمريكية وهي من أكثر دول العالم تقدما علميا وتقنيا تضم شريحة واسعة جدا من السكان تؤمن إيمانا حرفيا بنبوءات آخر الزمان المسيحية الإنجيلية، بل إن هذا الإيمان يؤثر فعليا على مواقف سياسية وانتخابية وحتى على سياسة خارجية تجاه قضايا كبرى. وهذا يعني أن العلاقة بين التقدم التقني والإيمان بالغيبيات ليست علاقة طردية بسيطة كما يفترض الطرح، بل العلاقة أكثر تعقيدا بكثير وتتقاطع مع عوامل ثقافية وتاريخية ودينية متعددة لا يمكن اختزالها في ثنائية شرق متخلف مقابل غرب عقلاني. ثم إن تفسير كل توظيف سياسي لمفاهيم دينية كوصف بعض التيارات الشعبية لشخصيات سياسية معاصرة بأنها السفياني بأنه دليل على خواء الفكرة الدينية ذاتها، يخلط بين مستويين مختلفين تماما: مستوى النص العقدي الأصلي ومستوى التوظيف الشعبي أو السياسي اللاحق له. فسوء استخدام فكرة أو تسييسها لا يبطل بالضرورة صحتها أو قيمتها الأصلية تماما، كما أن توظيف مفاهيم علمانية أو قومية أو حتى علمية لأغراض سياسية عبر التاريخ لم يجعلها باطلة في ذاتها. والمنهج السليم يقتضي الفصل بين نقد سوء التوظيف السياسي لفكرة معينة وبين الحكم على الفكرة نفسها من حيث صحتها العقدية أو الفلسفية. وأخيرا فإن الخلاصة التي يصل إليها الطرح وهي أن الإيمان بهذه الأفكار لا يليق بالعقل